دخل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تاريخ القمة العربية من بابها الواسع، منصبا نفسه نجما فوق العادة بفضائحه المثيرة للسخرية. تبون وفي خطوة غير مسبوقة أطل على جمع من الإعلاميين من مكان عال وبينهم أمتار، والميكروفونات يتسابق أصحابها على رفعها باتجاه الرئيس الجزائري في برجه العالي. وفي هذا الصدد نشر الإعلامي والناشط السياسي الجزائري وليد كبير مقطع فيديو على حسابه الشخصي على تويتر، واتقى عملية أغرب خروج إعلامي لرئيس دولة في العالم. وكتب المعارض الجزائري معلقا على الفيديو الفضيحة: تبون يتحدث مع الصحفيين من البالكون. فكرت مسلسل عاشور العاشر. وجرى مقطع الفيديو على تبون انتقادات نارية وموجة سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمع النشطاء العرب على أنها مهزلة حقيقية تنضاف لسلسلة مهازل حكام قصر المرادية. ومن بين التعاليق التي انهالت على الفيديو تبون ما قاله أحد النشطاء مستنكرا: القمة في قاموس العسكر هو أن تكون على البالكون والآخرون تحت، وهذا هو حال إخواننا في الجزائر. وعلق ناشط آخر متهكما: هامان وما دارهاش، هذا حد علمه بمعنى القمة. وأضاف آخر ساخرا: أبي تبون فوق الشجرة.